السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واخيرا الفيديو ديال الاصلاحات. واخيرا عام دازت على باش تصلح الدار، وانا كان كيطلعوا لي كومونتيرات تقول لي حط لينا فيديو ديال الاصلاحات، وما نكذبش عليكم عام هذه وانا كنقول واش نحطو واش ما نحطوش، واش نحطو واش ما نحطوش. ما بغيتش نحطو الصراحه، نقول لكم نيشان ما كنتش باغا نحطو، حيتاش خفتو يتفهم في واحد الشكل، واحد المنحى اخر. الصراحه اللي كان نقولها لكم، خفتو يتفهم في واحد المنحى اخر. انا ما جايه نعيق على حد، ما جايه نبان على حد، ما داكشي على قد الحال. الحمد لله. كنطلب الله من قلبي انه يرزق كل سيده باش كتمنى، اللي ما عندهاش الدويره الله يعطيها لها، واللي باغا تصلح الله يعاونها والله يبارك لها في رزقها باش تصلح، اللي ما عندوش الله يوجد ليه. انا ما كنتش باغا نحط هذا الفيديو، ولكن ملي كنقرا لي كومونتير تقول لي شاركي معنا اصلاحات ديال الدار باش نستافدوا، قلت غادي نحطو لي عليها. دونك غنحط هذا الفيديو للافاده، ونرجو ان يتفهم المغزى من هذا الفيديو. اول حاجه الفيديو غيجيكم طويل، ولكن حيت قلت لكم الفيديو ماشي للفرجه، الفيديو للاستفاده. كنعاود نقولها، الناس اللي باغا تصلح، وسورتو الناس اللي كيكتبوا لي في الصيف هذا، والناس اللي عيطوا لي في الواتساب، والناس اللي قالوا لي صيفط لنا ليكيب اللي صاوبات لك. المهم شفت عييت وانا نحط الفيديو، قلت غنحط الفيديو ديال الاصلاحات باش الناس تستافد. هذا الفيديو غادي يكون طويل، غادي تكون فيه 30 دقيقه او 32 دقيقه، ولكن غادي يكون كله افاده. سمعوا لي مزيان الناس اللي بغات تصلح، غادي نقول لكم كل شيء اون ديتاي. ولكن قبل هذا الشيء شوفوا لي الدار اولا لابارتمون ديالي كيفاش كانت قبل من الاصلاحات. هذه هي دخلت الباب اللي شفتوا معايا قبل، هكا كان عندي وسط الدار فيه 2 متر صغيور. حيت انا دخلت على الدار بحال ما هكا، ماشي انا اللي درتها بحال هكا، دخلت عليها بحال ما هكا. الصالون كان عندي على اليسار ديالي، كان عندي الصالون اللي هو هذا، القبص يعني، النقش داكشي قديم، القبص داكشي قديم، السراجم حتى هما العود داكشي قديم. هاد الدار على ما كنعرف وعلى ما كنسمع انها تبنات في 81، دونك كلشي باقي قديم، حتى كلشي والديزاين ديالها كامل باقي قديم. لا موزيك كتعرفوا ديك الساعات كلشي كيكون بلا موزيك، وكاين ديور اللي حتى لحد الان باقيين بلا موزيك. كان عندي الحمام حدا الصالون، الحمام كبير تبارك الله، ترى الحمام راه يدير لك 3 الحمامات. هذا من ضمن الحوايج اللي كانت مأزماني، وكنت يعني ما كنغد كنتسنى غير امتى كل عام كنقول هذا العام غنصلح. حتى الحمد لله يسر الله، بغيت نخرج 2 بيوتا من الصالون، وباش نخرج بيوتا من الصالون خصني هذا الحمام يتنقص باش يعطيني باب لهذاك البيت اللي ملهيه. نتمنى تكونوا فهمتوني. هذا الصالون خصو يتقسم على نص، لكن باش يعطيني 2 بيبان حدا بعضياتهم خاص الحمام يتنقص منه. هذا اللي عليم اللي جامع فيه الباجاج ديال الدار كامله، هذا هو بيت الناس، هذا هو ديال لا شامبر ديالي. دابا ما نقدرش نصور لكم حيت عامره فريمون دخلنا ليها الباجاج من الارض حتى للسقف، ما كاينش كيفاش ندير نصورها لكم، ولكن غنصورها لكم ان شاء الله من تخوا. انا غادا في الكولوار غادي نصور لكم الحاله ديال الخشب كيفاش دايره. البيبان كنا كنصبغهم كل صيف، كنا كنصبغوا الدار كامله كترجع كما هي، حيت داكشي مكرفس يعني الخشب هرا، السراجم هراو كما كيقولوا تسوسو يعني صافي. داكشي قدام خصو يتشونجا، خصو يتبدل. داكشي ماشي ديال الصليح، خصك تحيدي الحاجه من الساس ديالها. هنا حاشاكم هاد الطواليت راه ما فيها ما يتشاف. هذه ما كناش كنستعملوها كاع، حيت ملي دخلنا عليها النهار الاول كانت بحال هكا مصديه، واخا حكيناها بكاع لي برودوي كتبقى هكا مصديه. كنا دايرين فيها غير الباكاج، هذه ما كانتش كتستعمل نهائيا. الباكاج شي حاجه ما كتستعملش. المهم كلشي كنحطوه هنايا، ولكن غير صالحه للاستعمال. كان عندنا حمام واحد هو ديالنا كاملين، وهذا من ضمن الامور اللي كانت مبرزطاني في راسي، ان الوليدات الصغار خاصهم يتعزل لهم حمام ديالهم، وبيان سور البيوت ديالهم. ملي كتخرج منها هنايا على اليد اليمين ديالك حدا هاد الطواليت كاين الفاسك هنايا، وحدا هاد المرايه. داكشي كان سامبل كما قلت لكم، واخا كانت عندنا ديك الصباغه ستيكو، المهم حتى هي قدامت. القبص عادي، كلشي عادي، الكادرات ديال البيبان كلشي قلت لكم تكرفس شويه، كلشي بدا كيتكال. المهم هنا عندي قبل ما ندخل الكوزينه هنا عندي بيت على اليسار. هاد البيت هو ديال وليداتي. دونك هاد البيت وليداتي بداو كيكبروا، ما بقاش قادهم يعني تبارك الله خصهم يتعزلوا. البنيتات عزت لهم بيت ديالهم، والوليد عزت لي البيت ديالو. هذا هو اللي كانوا مجموعين فيه كاملين. وهذه من الامور حتى هي اللي كانت مبرزطاني في راسي، خاصهم تبارك الله بداو كيكبروا، خاص كل واحد البيت ديالو. كتبان لكم الحاله ديال السرجم كيفاش دايره، داك الشيء تكال. البيت هنا كان اللي كيبغي يلصق شي حاجه كيلصقها، اللي كيبغي يلصق في الباب كيلصق في الباب. المهم كانوا واخدين راحتهم. السقف قبص عادي جدا، كل شيء انا ما ندرك عليكم حتى شي حاجه.
باش تشوفوا الفرق اللي كاين. غادي تشوفوه. الانسان اللي كيعرف راسو باغي يصلح واحد النهار ما كيبقاش يتسوق شنو خسر ليه وشنو طاح ليه صافي معوله غنصلح، ما بقيتش كنتسوق هذاك العام الاخر ولا مع عامين، خليت كل شيء كما هو. طيح بوله ولا تحيد تريه ولا تحيد هادي، ما بقيتش كنتسوق. غادا تصلحيها توريه، خلي غتصلحي كل شيء من الاول حتى الاخر. كما قلت لكم هذا هو البيت اللي كانوا جامعهم كاملين. خاصني ندير الحل. غادي نشد البيت وغادي نشرككم معاه هذا السيجور اللي كان عندي هنا. خاص هذا الحيط يريب باش تعطيني مساحه وتعطيني صالون كبير، حيت الصالون اللي كان عندي راه ما يبقاش صالون، غيولي هو اللي غنديرو دي شامبر ديال وليداتي. هذه هي الكوزينه واللي كنت حطيت لكم فيديو ديالها بالتفاصيل الممله، غتلقاوه في قناتي، واللي تبارك الله حقق مشاهدات 144 الف مشاهده. علاش؟ حيت كنعطي فيه لي ديتاي والاثمنه، ومنين خديت هذه ومنين شريت هذه، وكنعطي فيه. وتبارك الله الناس عيطوا لي بزاف وخداو المالي ديال المعلميه، وتبارك الله عجبهم داك الشيء. هذا هو اللي خلاني انا حطيت هذا الفيديو ديال الاصلاحات ديال الدار، اللي الحمد لله فرحانه بها، وكنتمنى اي وحده صلحت دارها تلقى النتيجه والريزولتا اللي كتمناها. هنا هاد لا فيترين اللي كنصور لكم غتزاد كلها في المساحه ديال حيدنا ديك لا فيترين، وغتزاد المساحه ديالها كلها في هاد البيت باش تعطينا صالون. غيولي صالون. هاد البارتيه كلها غادا تريب. دونك انا غادي ناخذ هاد ليسباس ديال فين كان عندي ستيجور، وغناخذ ليسباس ديال البيت، وغناخذ شويه ديال ليسباس من الكوزينه. غناخذ هذيك البلايصه اللي كانت فيها الفيترينا غادي ناخذها كامله تنزيدها في الصالون. كلشي هادشي غيزاد في الصالون باش يعطيني صالون كبير. هاد السقف وهاد هاد القبص وهادشي كله نساو، كلشي هادشي غيتحيد. هذوك القواس ما بقاوش دابا، ما بقاوش بقى حتى حد كيدير دوك القواس، غادي يتحيدوا. هاد البلاكارات اللي حطينا هنا راه حطيناهم حيت كنصلحوا، نورمالمون كانوا داخلين في البيت، حطيناهم هنا في بلاصه ديال المريح باش نخليهم يريبوا على خاطرهم. ايوا ان شاء الله دابا غتبدا الاصلاحات. اول حاجه بداو بها هي انهم غادي ينزلوا هذا الحيط كما قلت لكم، غادي يريب باش ناخذوا مساحه ديال البيت مع ديال هذيك البلايصه، هذيك المريح اولا هذيك البلاصه ديال السيجور. الحمام اللي قلت لكم كبير وكان معذبني انه واخد مساحه كبيره في الدار، هو اللي غادي حتى هو يريبوه من ضمن اول الحوايج. غادي تحيد كامل كانه لم يكن. ها انتم شوفوا معايا المساحه اللي خديت من الكوزينه، واحد شويه من الكوزينه، زائد البيت، زائد ديك السيجور اللي كان قدام الباب ديال الدار. ها انتم معايا هاد الاسباس خديناه من الكوزينه. هاد شويه غادي تزاد على الصالون، غيتزاد على البيت باش يولي صالون. ممكن نشرح لكم دابا اون ديتاي. الناس اللي باغا تصلح هما اللي غيستافدوا من الفيديو. شفتوا هذيك البارتيه هذه اللي الفوق هي اللي غتزاد في الصالون. وهذا الحمام كانه لم يكن بحال عمره ما كان. شفتوا علاش ريبنا الحمام؟ احنا حلينا باب. هذا الباب غادي يولي باب ديال البيت، هذا غيولي باب ديال البيت. هذا الصالون اللي هنايا غيتقسم على جوج، وغادي يولي جوج ديال البيوتين ان شاء الله. والحمام غادي يصغروه يعني لواحد الدرجه، غادي المهم غيولي حمام على قد الاستعمال، ما يبقاش حمام كبير. ودابا نرجعوا نشوفوا كيفاش ولات الدار، وغنبدا معكم ان شاء الله. غنبدا معكم بالتفاصيل، ونتمنى ما ننسى حتى شي حاجه. بدينا بهذا الباب. هاد الباب كلشي كيعرفوا مولو كيتباعوا ديال تركيا، موجودين دابا. ديروا غير في الانستغرام كتبوا ابواب تركيا، راه غيطلعوا لكم الاشكال والانواع. كيكون فيهم هكا السواقط بزاف على يعني مضاد للسرقه، فيهم هاد العوينه هادي. غير الحاجه اللي غناسيستي عليها ملي تكومونديهم، قول لهم بغينا الزواقه اللي داخل الدار تكون بحال ديك اللي برا الدار، باش ما يجيبوش لكم. النهار الاول جابوا لنا حنا زواقه غير من فاس واحد، الثمن ديالهم راه كيدير شي 4000 درهم. المهم راه يقول لكم 5000 درهم، نتوما غادي تتاووا على راسكم. الحاجه الثانيه اللي غندوي عليها هي الزليج في الدار. الزليج غنقول لكم راه 50% ديال الراحه النفسيه هو الزليج حنا خديناه ب 100 لقيناه 110 درهم وخديناه ب 100 درهم. بغيت نعطيكم واحد المعلومه. الزليج غتلقاوه ناقص في ديك الطريق ديال مديونه، ناقص على القريعه بزاف. القريعه لقينا اثمنه خياليه، يعني نفس الزليج كتلقايه في القريعه في الثمن، وكتلقايه في طريق مديونه بثمن. الزليج راه كيعطيك واحد التغيير. الشيء الله يجعلك تصلحي دارك صلحي فيها الزليج، تحيدها لها موزيك ديري الزليج، راك نقصتي عليك واحد 70%، يعني غيرتيها ديال الديكور. الزليج. وهنا كنانسيستي على الصباغه حتى هي عطاتني واحد الاضاءه زوينه بزاف. وهنا باش نبدا لكم بلي ديتاي. هنايا هذا هو السيجور اللي ولا مقابل مع الصالون. درت الصالون مقابل مع السيجور. هذا البرداج راه ولا مشهور دابا. انا مشيت تقديته راسي، قلبت في الانستغرام طلعت لي واحد الصفحه وعيطت على مولاها، لاح لي لوكاليزاسيون، مشيت لعنده ولقيت جوج الانواع. لقيت هذا اللي فونسي، ولقيت هذه دي الصفحه اللي شفتو فيها كيما شفتها كيما شفت داك الموديل عجبني كيما حطيته. خديت هذا اللي فاتح شويه، ماشي داك اللي فونسي.
وخديت ورق الحائط كنحاول نزرب، والله الا الفيديو راه جا طوال من هكا، هادشي رانا زعما راه كنزرب فيه باش ما نطولش عليكم بزاف، ومع ذلك جا طويل. خديت ورق الحائط حتى هو من عند نفس المحل، حتى هو كيطلع ليا في الانستغرام. كيصيفطوا معاك الدراري اللي كيركبوا لك الورق ديال الحائط ولا اللي كيركبوا لك البارداج. عطيته الموديل اللي شفت في الانستغرام، قلت ليه بغيت هذا الموديل، فعلا هذاك الموديل هو اللي حطوه ليا. كاين بزاف ديال الموديلات راه بحر، انا عجبني هذا حيت سامبل بهذه الطريقه، ماشي شارجي بزاف وفي نفس الوقت زوين. حتى من الورق ديال الحائط خديته في الباج، بغيت ناخذ شي لون اللي هو غامق باش يعاود يعطيني، الا خديت شي حاجه غامقه غادي تغمق ليا الدار، بغيت عاوتاني شي حاجه تفتح ليا الدار وتبان انها متيسعه. وبالنسبه للناس اللي غيسولوني الميتراج شحال، حيت بزاف اللي سولوني في الكوزينه الميتراج شحال، الميتراج ديال الكوزينه 5 متر والميتراج ديال الدار 100 متر. اغلبيه كاع لي زابارتمون اللي هنايا الميتراج ديالهم 100 متر. حتى كاين بعض السميتو اللي كيكونوا ناقصين شي 5 متر و4 متر وماشي شي حاجه. المهم اغلبيه ديال لي زابارتمون هنايا القياس ديالهم 100 متر. هذيك البارتيه هي اللي كان فيها الحمام، انا كنشير لكم لها بصبعي، انا غنجي لكم لها هذا بالديتاي. هنا غنكملوا السيجور. هنايا السيجور هاد لا طابل هذه ديال ايكيا، الثمن ديالها كيدير 1000 درهم، والزربيه كانت عندي شحال هذه الثمن ديالها خديتها ب 800 درهم من القريعه، كان ديك الساعه كانوا باقيين رخاص، دابا راه ما تبعكش ب 800 درهم. هذا الديكور ديال الريشه خديته بشي 850 درهم من درب عمر. وهذوك طويبلات راه كانوا عندي في المحل فاش كان عندي المحل، والديكورات كاملين كانوا عندي في المحل ملي كنت المهم هادشي كله موجود في الانستغرام، تلقاوه ديكورات معروفين الاثمنه ديالو. وهذا هو الصالون ما بدلتوش، خدمت غير بالصالون اللي كان عندي فيرنيتو عاودت استعملته. ان شاء الله غادي نبدلوه، باغا شي فراش ان شاء الله يكون ديال النخوه، ولكن بشويه راه غير الموت اللي كتجي في دقه. تبارك الله اصلاحات ردوا منا، يعني تبارك الله 19 مليون ديال الاصلاحات، يعني غير بشويه دقه كل حاجه كتجي بوقتها. السرجم هنايا راه ديال الالومنيوم، ولكن ما نهضر على السراجم نهضر على القبص اللي صراحه فاش شفتو بهذه الطريقه فاش يلاه كان كتخدم وانا نقول ليه عز الدين اخويا هذا القبص راه ما قنعنيش، هو يقول لي تسناي اختي توريه التسالي وشوفي كيفاش غادي يبان. وفعلا القبص سامبل وزوين وما كيطلعش في الراس وبلا الوان وبلا كثره ديال يعني داك الشيء كيجي معربي، ديك قوه الالوان وداك الشيء ما كيعجبنيش. المهم كل واحد كيبقى الذوق ديالو. كنقول ليه الله يعطيك الصحه عز الدين، صراحه القبص واعر. كنوريكم ان السراجم كلهم تبدلوا، درنا دابا سراجم ديال الالومنيوم. غير هو باش نقول لكم واحد الفكره، راه ما يمكنش انا نكون دايرها بثمن انت غديري بنفس الثمن. انا تقام عليا السراجم ب 3000 درهم الواحد، عندي 6 في الدار. يمكن داكشي علاش تصاوبوا معنا في الثمن، يقدروا يصاوبوا لك بقل، يقدروا يصاوبوا لك اكثر. المهم هو كيجيب لك واحد لاغام كتختاري منها. راه كاين السرجم اللي يقدر يتقام عليك حتى 7000 درهم. تخيلي راه على داكشي على حساب داك الشكل اللي اختاريتي ديال الالومنيوم والجوده ديالو. وكاين السرجم اللي يتقام عليك ب 1000 درهم. تخيلي يعني داكشي شنو نقول لكم، عمرك تقولي الثمن اللي صاوبت به جارتي او هذه راه غنصاوب به. انت كتختاري لاغام اللي مناسبه لك نتيا. ولا كانوا عندك 6 سراجم ماشي بحال كان عندك واحد ولا زوج، يعني كل حاله والثمن ديالها. انا دويت على راسي، عندي 6 سراجم في الدار، كل واحد تقام على 3000 درهم. هنا في هذا الكوان كنوري لكم حيت ما كانش عندي هذا الكوان، درتو دابا من مورا فاش صلحت، نافعني بزاف. هذا اللي بغاتو راه النجار عندنا النمره ديالو، كندير فيه هكا السجادات ديال الصلاه، ودايره فيه هذا المجير فيه كل ما يتعلق بالصلاه، تيمومه، القران، العبايه ديال الصلاه. وهذا خدمناه ب 1200 درهم، كيقول لك 1300. المهم هو خلانا مسكينه ب 1200 درهم. هذا عجبني بزاف وقلت نشاركه معكم. انا قلت لكم نعطيكم لي ديتاي، الناس اللي مهتمين وسورتو الناس اللي برا، كاع اللي كيديو معايا كيتواصلوا معايا كيكونوا اغلبيتهم برا. هاد المرايه خديتها، هذيك كنت كنبيعهم اصلا في المحل فاش كان عندي المحل، كيتباعوا هكا مفرقين وانت كتلصقيهم على الشكل والديزاين اللي بغيتي نتيا، يعني كتلصقي كل مرايه كما بغيتي نتيا. انا لصقتها في هذاك الشكل عجباتني هكا، درتها حدا هذيك المقراءه. وكنوريكم القبص، كل مره كنضرب لكم على القبص راه سامبل، انا كنموت على حاجه سامبل ما كديموداش. وهذا الكوان هذا فين كان داك الفاسك راه باقي في بلاصتو ما غيرتوش، بدلت غير الزليج اللي تحت منه، درت الكومباكتو. مازال غنهضروا ان شاء الله على هذا الزليج. المهم ان شاء الله غادي ندوي لكم على الزليج، ولكن ملي غنمشيو للسباس الثانيه تما فين باين مزيان. انا شديت لكم عليه. هذا الزليج داير 220 درهم للمتر، 220 درهم للمتر. خديناه من القريعه حيت ما لقيتش هذا الديزاين الكحل في ديك طريق مديونه، ما لقيتش هذا النواخ. صراحه لقيت بزاف ديال الاشكال عجبوني وناقصين في الثمن، عطيتني 170 درهم في طريق مديونه. هنا كنوريكم الكوزينه في واحد الحاله يرجتها لها، وهذا الشيء راه مازال صورتها لكم مني درنا لها الزليج، وشوفوا كيفاش كانت. وهذه هي الكوزينه الاخرى يعني من بعد الاصلاحات. شوفوا انا راه اللي قلت لكم قبلوا عليا راه نص ساعه ديال الهضره، ما يمكنش كلشي غيكون هو هذاك. هاد التويشيه هذه خديتها من بيم، كندير فيها هاد التصبين،
كندير في هذا الصبي اللي كيكون مسخ وكنحطها تما، عجباتني بغيت نشاركها معكم. غنوريكم غير السقف ونوريكم القبص وداك الشيء والسراجم بلا تبدلوا ديال الالومنيوم. واللي بغات لي ديتاي دخلي اختي لقناتي غتلقاي فيها التصوير ديال الكوزينه بوحدو، درت فيه 20 دقيقه دويت على لي ديتاي، منين جبت الثليج ومنين جبت الفورنو ومنين جبت الفران ومنين يعني لي ديتاي ديال باش صلحت هذه وشحال صلحت هذه وشحال درت هذيك التفريشه وشحال كلشي غتلقاي فيديو بوحدو، حيت تبارك الله الكوزينه فيها بزاف ديال الخبايا. ما غاديش نشاركها مع الفيديو ديال الاصلاحات ديال الدار. ايوا حتى هي تزلجات. المهم بالنسبه للزليج زلجنا الدار كامله من طقطق حتى السلام عليكم. مشى زليج واحد اللي مشى في الدار كامله هو هذا الزليج اللي كيما قلت لكم بلونكاسي، خديناه 100 درهم للمتر، لقيناه في القريعه 120 ولا 125 درهم، خديناه مطرق مزيونه. ولكن البيوت هاد النعاس غادي تبدل فيهم الزليج، غنديروا فيهم داك الزليج بحال الباركي، وهو هذا. انا دابا غنشارك معكم البيت ديالي، بيت نعاس، ولكن ما غاديش نتعمق في الشرح. المهم انا نوريكم الحاله ديالو كيفاش كانت قبل، وانتم غتفهموا راسكم وغتشوفوا كيفاش التغيير. هكا كان هذا السرجم اللي شفتوا معايا، كان داك العود القديم. هنا في الارض كان الجيفلكس، هنا راه ملي بداو كيقلعوا في الجيفلكس عاد تفكرنا ما صورناش، عاد صورنا لكم. يعني هاد الكحول اللي كتشوفوا راه ما كانش طبيعه الحال، كانت مخبعه تحت الجيفلكس. كان البلاكار من هذا النوع اللي كيتحل على برا، وانا ما كنصحكمش وياكم شي وحده دير هاد البلاكارات اللي كيتحلوا على برا، وياكم راه العذاب النفسي. كل مره طيح لك دفه وخصك تلصقيها وطيح لك وخصك تلصقيها وخصك ما تحطي حتى حاجه قدام البلاكار حيت غتحبسها لك ما يتحلش. ديروا البلاكارات ديال السكه، هما اللي اصلا ولاو دابا. شوفوا لي النقش بلدي لا علاقه له مع بيت النعاس. المهم هادشي كما قلت لكم، هادشي كان الناس الاولين كانوا كيديروه، دابا راه ما بقاش هادشي. واخا تي تبغي ديريه غادي يقول لك داك المعلم لا راه ما بقاش هذا الشيء. ديروا لي بلاكار. ها نتوما بدلت البلاكار، درت بلاكار ديال السكه، هو هذا. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي، تعطي كل وحده ما كتمنى. انا فرحانه بهذا الريزلت ديال الاصلاحات، وبغيت كل وحده كتمنى تصلح الله يسهل عليها، واللي مازال ما ساكناش الله يسهل عليها. انا ما دايره الفيديو باش نعيق على حد ولا باش نبان على حد، دايره الفيديو للمعلومات، يعني باش كلشي يستافد. هذا البلاكار تقام عليا ب 10000 درهم. انا الحمد لله باقا عاقله، واخا عام ولكن باقا عاقله حيت داك الشيء خرج مني. هكاك. ايوا الصباغ درنا هنا الخيال، العكس ديال الصالون درنا فيه ستيكو. انا اللي بغيت ستيكو باش يعطيني اتساع للدار، يعني تبان بهجه. كنقول لعز الدين عاوتاني الله يعطيك الصحه، فين مشت القبص غنبقى نقول لك الله يعطيك الصحه، لا سواء عز الدين ولا تريسيان اللي صاوب لي داك الضوا وداك الشيء. المهم السرجم ديال هنا تا هو تبدل بالالومنيوم. تما كاين البيرو ديال مول الدار، وهنا كاين الكومود اولا الكوفوز كل واحد شنو كيقول ليه، فيه داك التخربيق وداك المكياج وداك الشيء. هاد الزريبيات راه ما داخلينش في الموضوع، ولكنني شديت غنقول لكم خذوهم من بيم. راه خديتهم من بيم 300 درهم. المهم بزاف الناس كنشوف لي كومونتير ديال بيم كيقولوا عافاكم اللي كنتو مجربينهم قولوا لينا. المهم انا جاوني زوينين، خديتهم في الباج كيشبهوا اللون ديال الزليج. ايوا هذا هو. هذه هي بيت النعاس. المهم ما بغيتش نتعمق بزاف في الشرح، ولكن هو هذا يعني بحال زعما ديك اللعبه ديال كيبقى موقر خليه موقر. هذا بيت بناتي، هذا بيت البنات. عندي جبنيات الله يخلي لكم وليداتكم تتم ويحفظهم لكم. قبل ما ندخل ليه غادي نوريكم هذا ليسباس اللي ربحت مني هرست الحمام. حطيت هنا هذا الموبل. المهم نفعني هنا بزاف، هو شاد لي هذا ليسباس. هذيك الساعه اللي معلقه راه جبتها لراسي وركبتها لراسي، كتحتاجها للعبار، عبري مزيان وركبها لراسك. كدير في ضرب عمر 100 درهم وشي حاجه، ما كاملاش واقيلا حتى 150 درهم، ولكن راه فنه تبارك الله. عام دابا باش ركبتها محققه هي هذيك. ندخلوا دابا البيت ديال البنيات. واخا تشوفوا الزربيه زرقاء هما اللي اختاروها، راه ديال البنات، فيه هذيك اميرات والثلج وداك الشيء. وهنا حيت مفرشين ما عنديش كيفاش نوريكم الزليج هو هذا. لقيت عندي واحد الفيديو كنت صورته مني، كانت المساعده ديالي يلا غادي ديك الساعه نرحلوا غادي نرجعوا للدار، كتنقي في هذا. كنقول لها هنا شكرا بزاف مسكينه فاطمه، داز عليها هذا الرحيل كامل. كنقول لك من هنا فاطمه شكرا بزاف، الله يعطيك الصحه والله يعطيك العوين. وهنا كما قلت لكم زربيه واخا زرقاء راه ديال البنيتات، راه فيها كما قلت لكم هذاك الديزاين ديال الملكات والثلج وما عرفتش كنا هذاك اليونيكور ولا ما، المهم مع فيها ديزاين ديال البنات غير جات مدرقه بنوامس. هنا هذا حتى هو خديته من بيم، حاطه فيه الالعاب ديالهم النونوسات وداك الشيء. خديت واحد في البيض وواحد في الكحل نفعوني هادو، هز لي تبارك الله ما بغيتش نجبد كل شيء. انا رونت. هنا حطيت المجوره. علاش حطيت المجوره؟ ما بغيتش ندير البلاكار، لان البلاكار غيكون فيكس غيحكم عليا كيفاش غيتحط تما صافي غيبقى محطوط تما. المجيرات كنبقى نقلب البيت كما بغيت، يعني ندير النوامس هكا مره عموديين مره افقيين، كنبقى كل مره نبدل في الحطه ديال النوامس. حطيت لهم هذاك الكومود الوسط اللي فارقه به نويمسات بجوج.
هذاك الكومود ديالهم دايرين فيه مشيطه، دايرين فيه تواشة ديالهم، والسرجم كما قلت لكم راه تبدل حتى هو الومنيوم. هنا التوشيات اللي في الحيط هاد الفراشات راه خديتهم من درب عمر، يمكن 10 دراهم البياسه ولا ما كاملاش كاع. الصباغه راني صبغت ليهم في الخيال حتى هي اولا فيروز كل واحد شنو كيقول ليها، والقبص ديالهم سامبل، وهما اللي بغاو هذاك الديزاين ديال قوس قزح مشاو هما اللي داو مع التريسيان قالوا لي عافاك ديري لنا الضواو يكونوا مخلطين بحال قوس قزح. ملي كيطفيو دابا الضوء الكبير كيبقاو هذوك اللوينات اللي الوسط كيعطيو واحد الاضاءه زوينه وكتكون خافته، يعني كتكون هادئه. الحمد لله راه ملي كتعزلي البيوته والله العظيم الا كتنقص الروينه بواحد الشكل يعني كبير كبير بزاف، كتنقص عندك الروينه بواحد 70%، والله العظيم لا الروينه كتنقص. بغيت نوريكم هنا العود ديال البيبان باش ما ننساش، خدمنا بالعود ديال الشان تقريبا هو احسن عود دابا، العود ديال الشان. البيبان 2500 وقيله الواحد، وقيله 2500 2500 ماشي وقيله 2500 الواحد. قلت لكم انا باقا عاقله. العود ديال الشان خدمهم ليا النجار حسن حتى هو. غنحط لكم نمره التليفون ديالو، هذا حيت ما كنتش حطيت نمرته في الفيديو ديال الكوزينه. المهم العود ديال الشان نتوما ملي ديروا في الحمامات قولوا ليه يدير لكم الفيرني ديال مقاوم للماء. البيوت عادي فيرني عادي، ولكن في الحمامات ديروا فيرني ديال هذاك الفيرني كيكون مقاوم للماء، حيت حنا درناه حتى في الحمامات. المهم هي هذه ليسباس، نتمنى تكونوا باقيين شادين معايا غاديين معايا مزيان. هذه هي ليسباس اللي هرسنا ديال الحمام، هرسناه من هنا تهرس الحمام. هادشي كله كنضيع عليه في الحمام كان عندي كبير، واخا كنا كنستعملوه كاملين ولكن راه كبير لاش يعني مضيع عليا الدار. هاد ليسباس وهاد الفاسك انا شفتو في الانستغرام حمقني ونعيط في البلاصه، قلت لهم بغيت هاد الموديل. هي فاش قلت لكم انا مشيت كنقلب على الزليج الكومباكتو ما لقيتوش في طريق مديونه هاد النواغ، اضطريت انني غنشريه واخا يكون زايد في القريعه. خدموا لي الفاسك بنفس الزليج، هو هذا هو فاش كانوا جابوه راه كنت صورته باقي يلاه غادي يخدموا لي داك الفاسك. خدم لي هذا السيد الفاسك، هذا السيد خديت نمرته من الانستغرام وجا مسكين خدا العبار خدم لي الفاسك فيه هذا المجير ديال ام دي اف. كيسولك كيقول لك واش بغيتي بغيتي المجر ديال الالومنيوم ولا ديال الام دي اف، انا قلت ليه ديرها ام دي اف. وهاد المرايه مهم باش نعطيكم الثمن ديال الفاسك، غير الفاسك 2500 درهم هو المرايه، 2500 درهم غير الفاسك. وهذاك الزليج شريته بوحدو اللي على الحيط، هذاك انا اللي تكلفت به، انا اللي خلصته. والفاسك والمرايه هو اللي مشى خدا الزليج، خدا النوع ديال الزليج اللي شريت ومشى شري عليه وخدم لي عليه الفاسك. كياخذ النوع ديال الزليج اللي بغيتي وكيمشي يخدم لك عليه 2500 درهم. المهم باش بلا ما نكذبوا، حيت ملي جا بغا يتخلص قال لي 2800، قلت له شوف اتفقتي معايا 2500 هي اللي غادي نعطيك. وفعلا هادشي باش اتفقت معايا ما ديت ليه ما دا ليا، وفعلا خدا صافي قال لي الله يسخر. ايوا هذا اللي كاين هنا. هذا البيت الثاني هو اللي ربحته لوليدي، ولكن كلشي غيسولني علاش بيت ولدك ما فيهش سرير. والله العظيم الا هو ما بغاش السرير قسما بالله. السرير حتى كومونديتو عند الخياط عند طابيسي وخليته. هذا هو السقف ديالو. قال لك لا اولاد خالتي كيجيو عندي كنبغيو نلعبوا كنبغيو نحفظوا كنبغيو هذا، ما ديريش ليا السرير ماما. منين نبغي السرير انا غنقولها لك. صافي قلت ليه خلي على راحتك. صافي حطيت لي فيه هذا الفراش كان عندي في الاول، حطيته ليه البلاكار ديالو هكا على اليسار. حتى هو درنا ليه الصباغه ديال الخيال، حتى هو عنده الليد في القبص وهذا. والزليج حتى هو راه داك زليج بحال كيبان لك بحال باركي، وهو زليج في باركي. هذا هو الحمام اللي هرسناه، خدينا منه ثلثين وخلينا فيه ثلث. انا بالنسبه ليا كافيني الحمد لله. درت فيه هذا الرونجمون هذا، دايره فيه لي برودوي ديالي وداك الشيء كامل. هنا على اليسار ما بغاش نبقى نكثر من بغاو يديروا لي دي زيطاجير بالزليج وهذا، قلت لهم لا ندير بزاج باش اللي ما عجبونيش نحيدهم، الا طلعوا لي فرات نبدلهم بلاصتهم. لي زاكسسوار ديال الحمام العاديين راه هما هادو، كتاخذيهم الومنيوم اولا اينوكس باش عمرهم ما يصديو. الباب حتى هو من الشين، درت كاع البيبان بحال العود ديال الشين. وكتصبغيه قول ليه ماشي تصبغيه ربي تفيرنيه بفيرني مقاوم للماء باش ما يخترش لك. الحمد لله دابا عام ما تغير ما تقاس ما حتى شي حاجه، الحمد لله. فيها خير اني ما سجلتش فيديو يعني هاد المده اللي فاتت. صافي هنا ما بغيتش انا ندير الزاج، درت الريدو. الزاج غادي يكون فيكس وغيصغر من المساحه ديال الدوش. حتى اللي استعمل الطواليت اعزكم الله غادي الزاج غادي يضايقو، فهمتوني. دابا اللي في الدوش راه ماشي مشكل واخا كان الزاج، ولكن اللي هنا في ليسباس اللي فيها الطواليت جاني تما بحال غادي يضيقك الزاج. غنستعمل غير الريدو. مني ما نبغيش مني ما يكون لا دوش لا والو غادي نحل الريدو عادي وغيعطيني ليسباس. المهم هذا هو الدوش، نتمنى انه يكون باين مزيان. هادشي اللي عطا الله اللهم لك الحمد. انا بالنسبه ليا كافيني يعني بلاصه الدوش بوحدها، بلاصه حاجه من الطواليت بوحدها كافي الحمد لله. المهم هو الشيء اللي ربحته في ليسباس انا نافعني وفرحانه به. شوفوا لي الزليج كيفاش كيعطي ليسباس للدار.
كنت كنصور لكم هنا تنقص لكم هنايا هنا على اليسار كاع. نعاود نذكركم، شوفوا حاشاكم راه ما كنحملش نتفكر كيفاش كانت، ولكن راه باش تستافدوا شوفوا ليا كيفاش كانت. راه ما تقوليش التغيير يكون جذري لهاد الدرجه، ومازال حنا راه ما درناش شي اصلاحات اللي زعما ديال العياقه وما خلينا على روسنا ودرنا داكشي الضروري. كنقول لهم شوفوا خدموا لي الحاجات الضروريه. هنا محمد الله يعطيه الصحه خدم لي الزليج، هو اللي صورته معكم. تبدلت الانستالاسيون ديال الماء كامله وعطاتني هذه النتيجه. ولا عندي دابا الحمد لله مابقاش حمام يستعملوا اي واحد، ولا دابا الحمام ديال الوليدات بوحدهم وديالنا حنا بوحدو. دونك كنقول لهم الله يعطيكم الصحه وشكرا لكاع المعلميه اللي ساهموا في هاد الاصلاحات ديال الدار. هنا الزليج حتى واخدينه من طريق مديونه، راه تما ديك الطريق كلها عامره بمالين الزليج. القبص عز الدين تبارك الله اللي تكلف ليا بالقبص. غتقولي لي مصباحتي كتهضري على القبص وما قلتيش لنا بشحال. نقول لكم بشحال، انا نقول لكم بشحال، ولكن كما ذكرت لكم راه لابارتمون ديالي تقدر تكون فرق بينه وبين لابارتمون ديالك وديال واحده اخرى وديال واحده اخرى. يقدر يصوب لي انا بثمن، يقدر انت تصوب لك بقل، يقدر يصوب لك بكثر. المهم انا نقول لكم نتوما كل وحده على حسب المساحه وفين جات لابارتمون ديالها وفين جات دارها، واش في كازا واش قريبه ليه. واش انا قبصت ب 10000 درهم، يعني يقدر يجيكم رخيص بالنسبه ل 100 متر تبارك الله، ولكن كما قلت لكم ربما حنا قرابين ليه، ربما جاتو الدار سهله، ربما. المهم 10000 درهم قبص بها الدار كامله الحمد لله. ما دخلت لا في السلعه لا والو، ما جبت حتى حاجه، هو اللي جاب السلعه هو اللي جاب كل شيء. 10000 درهم باش قبصت كل شيء، حتى الحمامات حتى الكوزينه حتى الصالونات حتى البيوت، كل شيء من راس حتى الراس. يعني هادشي اش كندور ونقول لك عز الدين الله يعطيه الصحه. انا درت العلاقه ديال فين كيعلقوا الفاطي ديالهم وداكشي. ايوا المهم انا كنقول لكم ومخليكم عويناتكم كيشوفوا. نتمنى انني نكون ما نسيت والو. بالنسبه لهذا الزليج ديال الحمامات راه خديناه غير ب 75 درهم ولا 70 درهم، هذا ارخص من ديال الدار. هاد التويشيات كتاخديهم من درب عمر اللي بغيت تعلقي فيهم هاد المسائل ديال التنظيف باش ما يبقاوش محطوطين في الارض يفزقوا. هذا ايوا صافي. الباب حتى هو راه من الشين، الباب قلت لكم 2500 درهم الواحد. نتمنى نكون يا ربي ما نسيت حتى شي ثمن ما ذكرتوش. ذكرت لكم بيبان بشحال، ذكرت لكم القبص بشحال. هاد الفاسك راه بقى في بلاصتو، هذا ما بدلناش، غير بدلنا غير الكومباكتو الزليج اللي داير به. كومباكتو خديته 220 درهم للمترو. هاد البلاكار انا اللي غلفت، هذاك البلاكار راه كان زاج، انا اللي غلفته بداك الورق ديال التغليف كيتباع في درب عمر. غلفت به هذاك الزاج باش عطاني داك اللون اللي كيشبه الكومباكتو. ايوا هادشي اللي كاين. هذا هو الصالون ديالي. اي الصباغه ويلي كنت غنت الصباغه تبان ليا حسن ولا سميت حسن عزيز. ويلي عزيز صباغ، سمح لي عزيز والله تنسيت السميه. راه عام عزيز الله يعطيك الصحه عزيز تبارك الله. هذا ضروري غنحط لكم النمره ديالو، حدا تعيطوا لي على حسابي، تعيطوا لي على ضمانتي، انا اللي كنضمنه. عزيز الله يعطيه الصحه. الصراحه الصباغه ما شاء الله يدو خفيفه ما شاء الله، راه تبارك الله. الصباغه ضرب لي الدار كامله في اقل من سيمانه، 6 ايام وقيله. 6 ايام اللي كنا حسبنا تبارك الله. ما عينتك السي عزيز شي 6 ايام باش كان صبغ لي الدار كامله يعني تبارك الله وصلى على النبي. صباغته زوينه، يدو نقيه متقونه ماشي مروين. هنا كما كتشوفوا الفينيسيون ديال الزليج هو خدام تبارك الله. وهادوك كيقشروا في الزليج، المعلميه كيقشروا في الزليج. بالنسبه لهذا هذا البارداج نسيت ما قلت لكم راه 130 درهم كدير الورقه يعني ديال داك البارداج 130 درهم. والورق ديال الحائط راه كيدير حتى هو 130 درهم. الرولو 130 درهم كامل 130 درهم. هاد التريه خدينا كبيره وخدينا صغيره. الكبيره حطيتها في الصالون وصغر منها شويه حطيتها في السيجور مقابل مع الصالون. الكبيره خديتها يا ربي ما ننساش، خديتها ب 1500 ولا 1800 1500. لا بلاتي كنجمعهم لنا بجوج في الاخر ب 2500. يعني هاد الصغيره ب 1000 درهم باش تقامت عليا، والاخرى ب 1500. حيت في الاول انا كنعقل السؤال الاول اللي سولته قال لي 1800 درهم، اذا خلاهم لينا. والصغيره قال لنا ب 1300. خلاهم لنا في الاخر بجوج ب 1500 2500. يا ويلك راه قلت لكم نص ساعه ديال الهضره انا غنبدا ندخل ونخرج في الهضره. المهم هذه هي الريزلت ديال الدار. البارداج قلت لكم 130 درهم لديك اللوحه الوحده 130، انت كتاخذي العدد اللي بغيتي. والورق ديال الحائط 130. قلت لكم الباب 4000 درهم. خذوا الزواقه ديال برا تكون كيما الزواقه اللي لداخل، راه جابوه لنا النهار الاول. الزواقه اللي برا فيها زواقه من برا وهو من بلا من الداخل، ورجعناها لهم. داك اللي جابو قلت لي رجع معك اخويا الباب، ماشي هذا اللي اتفقنا عليه. عاد باش داوه وعاودوا بدلوه لينا.
الكوزينه غتلقاو لي ديتاي في القناه ديالي، بشحال الفرن وبشحال الفران وبشحال الورق اللي غلفت فيه اللي غلفت به الثلاجه، فريشه، المتراج قلت لكم 5 متر على 4. انا في الاول قلت لكم 5 ولكن ضروري خصني نقول لكم على شحال 5 على شحال توريه. كملوا معايا الفيديو حتى الاخر الله يعطيكم الستر، كنت فورماطه. 5 متر على 4، التكلفه ديال الكوزينه بوحدها 5 المليون. الاجماليه ديال الكوزينه 5 المليون، حيت حسبنا داك النهار انا مول الدار حسبنا بالستيلو ورقه. لقينا التكلفه ديال الكوزينه التغييرات كامله، ولكن راه كامله راه هبطنا يعني رابط كامله عاودناها من الاول حتى الاخر. ايوا نتمنى انني نكون فدتكم وجميع التساؤلات لقيتوا الاجابه ديالها هنا، واللي باقا ما بغات تسول على شي حاجه مرحبا سولوني اختي في الكومونتير، راه كنجاوب على كاع لي كومونتير. الا بغيتي شي نمره ديال شي معلم مرحبا على الراس والعين. انا قلت لكم هاد الناس الله يعمرها دار اللي خدموا ليا. حاجه ونصيحه اللي غنخرج بها من هذا الفيديو اللي بغيتكم كلكم ديروها، الا لا بغيتي تصلحي دارك وقفي على شغلك، وقفي على شغلك. انا كنت واقفه على شغلي، كنجي في الصباح وكنجي في العشيه، حتى كنسالي الخدمه ديالي وكنعاود نجي في العشيه ونشوف شنو داروا وشنو ما داروش، شنو زادوا وشنو ما زادوش. وقفي على شغلك وما تمشيش شي محل تبغي تشري منه ما تشريش في بلاصه، دخلي المحل الاول، دخلي الثاني، دخلي الثالث، وما تشريش حتى تدوري وتشوفي شحال من محل عاد باش رجعي شري من داك المحل اللي اقتنعتي من يعني اقتنعتي فيه. راه كتدخلي بعض المرات المحل وكتقداي وكتخرجي منه تدخلي الاخر وكتلقاي نفس السلعه ولكن بثمن قل بزاف، كتلقاي ان الاخرين يعني استغلوك وكيبقى فيك الحال. شري شوفي المحل الاول الثاني الثالث وعاد شري وما تزربيش ولا ما يسرش لك الله حتى لغد ليه. راه كما قلت لكم راه الموت اللي كتجي في خطره بشويه عليك، ومني تحطي المعلميه ما تقوليش هادو شكراتهم ليا فلانه صافي راه مشى بقلب بارد ونخليهم شهر عاد باش نجي نقول لهم شنو درتو. وقفي على شغلك تشوفي في الصباح تعاودي تشوفي في العشيه. يعني الا ما عجبتك شي حاجه بدلوا ليا عافاك ما حدهم تما كاينين هما تبارك الله راسهم صغير، كتقول لهم حاجه كيقول لك واخا اختي توريه كيبدلوها. وبعض المرات انا كنختار شي حاجه وهما كيصحوا لي الفكره ديالي كيقول لي لا راه ما خداماش لك، وحتى انا كنسمع ليهم. يعني اللي بغى يدير شي حاجه يوقف على شغله. هذه هي نصيحه ديالي، وقفي على شغلك راه باش ما تدارش بك، ماشي حيت المعلميه ولا حرام لا حاشا ما كنقولش هذه الكلمه. المهم نتمنى تكونوا فهمتوني نتمنى تكونوا وصلت الفكره. وقفي على شغلك باش داكشي كما تخيلتيه كيفاش يصدق، والله يستر لكم كاملين والله يفرحكم كاملين. وهذا هو، قبلوا عليا وان شاء الله نتلاقى معكم فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.